استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما عند حاجز عصيون جنوب بيت لحم بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن، والآخر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. يأتي هذا بينما أصيب عشرات المصلين في مواجهات مع قوات الاحتلال عقب أداء صلاة الجمعة بالقدس. كان الاحتلال الإسرائيلي حول المدينة إلى ثكنة عسكرية وفرض قيودا مشددة على دخول المواطنين للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى منع من دون 50 عاما من دخول القدس القديمة والصلاة بالحرم القدسي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس السيد محمد فتياني المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. سيد محمد، ما هي أحدث حصيلة لضحايا الاشتباكات التي وقعت حتى الآن؟ صحيح، أحدث حصيلة كانت اللي هي نقل 10 إصابات بالرصاص المطاطي للمستشفيات والتعامل مع 5 إصابات في الميدان، أي بعدد 15 إصابة في مدينة القدس. نعم، وبالنسبة للوفيات فقط الشابان اللذان استشهدا. صحيح، اما بالنسبه للوضع في القدس ما زال الوضع متوتر، ما زالت توقفنا في اهبه الاستعداد. احنا بنستنى الان اللي هي قيام صلاتي المغرب والعشاء. دائما في اعداد كبيره، ودائما يوجد هناك احداث واشتباكات مع القوات الاسرائيليه. فجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني مركز عاصمه القدس باستعداد تام لتغطيه هذه الاحداث وتقديم المساعده والاسعافات الاوليه لجميع المصابين. نعم، هل اي من الاصابات حالته حرجه؟ هل هناك اي نقص في المواد الطبيه بحيث تجدون صعوبه في التعامل مع هذه الحالات؟ صحيح، الصعوبة بتكمن اللي هي بالإغلاقات ونقاط التفكير اللي تفرض عليها قوات الاحتلال في مدينة القدس. في المناطق تصير فيها أحداث يتم إغلاق الطرق، يتم إغلاق مسارات سيارات الإسعاف، يمنع عن سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الوصول إلى المرضى والمصابين. لهذا الشيء يصير علينا اللي هو ضغط عالي للوصول إلى هذه المناطق، وانه احنا نقدم لهم الاسعافات الاوليه، وفي تاخير وصعوبه لذلك. لكن لحد الان جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني مستعده لاي شيء، مستعده لاي طارئ، لدينا الخطط البديله اللي ممكن احنا نستخدمها في اي لحظه من اللحظات. نعم، اشكرك السيد محمد فتياني المتحدث الرسمي باسم الهلال الاحمر الفلسطيني، شكرا لك.